السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا نعمل مع بعض بقى النهارده روتين الفجأة. لما تكوني قاعدة كده وتلاقي حد جايلك على فجأة، هتعملي ايه وهتتصرفي ازاي وانت مش عاملة حسابك؟ ببواقي الحاجات اللي موجودة في البيت هنستقبل ضيوفنا كده على اكمل وجه، ولقمة هنية بتكفي 100. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله بقى كده. انا قررت افتح محل كشري يا جماعة. عملت كشري ما خدش معايا ربع ساعة، وكان طعمه تحفه وكف عدد كبير ما شاء الله، وبألف هنا وشفا. مع بقى كده ايه، لتر بيبسي كده وظبط الدنيا. واهم من الشغل ظبط الشغل. جبت هنا كيلو طماطم غسلته كويس جدا وقطعته زي ما احنا شايفين كده علشان اضربه في الخلاط واعمل الصلصه بتاعه الكشري. احنا كنا هناكل بعد العشاء فما حطيتش توم، انا بس حطيت شويه زيت كده ونزلت بالطماطم، وحطيت مكعب مرق دجاج، وحطيت معلقه خل، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه ملح، ويعني ربع معلقه صغيره كده من السكر علشان ايه، تعادل الحموضه بتاعه الطماطم. خلاص واركنها على جنب كده تتسبك كويس جدا مع نفسها. هنا بقى كنت حاطه حله وجبت كيلو مكرونه اللي كانت موجوده عندي، المكرونه الصغيره دي سلقتها كويس تمام، وسبتها برده كده تتسلق كده. خلصنا تاني حاجه. جيت هنا بقى كده حمرت البصل، وبعد ما حمرته خدته حمرت فيه كيس شعريه بنفس الزيت دوت. احنا مش هنستخدم غير هما شويه الزيت اللي حمرنا فيهم البصلايه بتاعه الكشري، هنعمل بيهم كل حاجه تمام كده. بعد ما اتسلق كويس العدس كده، رحت نازله عليه بالشعريه والرز المغسول وقلبتهم كويس جدا. وطبعا حيقتهم برضو مكعب مرق لو مش حباه طبعا تستبعديه، وملح وفلفل وكمون، البهارات العاديه اللي احنا بنستخدمها. وقلبتهم كده كويس جدا في بعض، وزودتهم تزويد الرز اللي هو العادي خالص. اول لما يغلي كده ويتشرب اهدي عليه النار بقى كده علشان يستوي على نار هاديه تمام كده. بصوا انا مشغله بسم الله ما شاء الله الخمس عيون اللي على البوتاجاز علشان ننجز في وقت واحد. بصوا خلاص اهوت استوى بقى معانا زي الفل. قلبته بقى كده وسبته كمان، كشفت عليه الغطا علشان يهدى شويه كده علشان في اطفال، يبقى الدنيا هاديه. بعد ما الطماطم اتسبكت وبقت زي الفل، خدت منها كده حوالي كبشه وحطيت عليهم معلقتين كبار، معلقتين مليانين من الشطه وشويه زيت، وقلبتهم علشان اللي عايز يحط شطه يبقى فيه صوص شطه كده زي ما احنا شايفين. وبرده جبت الطبق حطيت شويه خل وعصرت فيه ليمونه كبيره، وحطيت بقى معلقه كمون، شويه من الفلفل الاسود صغيرين، شويه ملح، وقلبتهم كويس جدا. وحطيت عليهم شويه صغيرين من الميه. ما حطيتش توم علشان خاطر احنا بالليل، والتوم ده بقى بص هيولع صدرنا، فاحنا خلينا كده في المضمون. طبعا انت حطي اللي انت عايزه تحطيه وشيلي اللي انت عايزه تشيليه. خلاص خلصت كده، ما خدش بقول لكم ربع ساعه وكان معايا العظمه دي. ادي المكرونه، ما كانش عندي سباكيتي فعملت اللي موجوده عندي، وادي الصلصه وادي البصل وادي الكشري اللي على بعضه. ايه رايكم؟ تعالوا نغرف بقى كده ونشوف هنعمل كام طبق مع بعض. بسم الله ما شاء الله، ادي 2 ادي 4 ادي 6. وجوزي جه علينا واحنا بناكل لان كنت انا واختي وولادي وولادها، فغرفت